لانك زي ما فهمت دلوقتي ان افغانستان متمثله في تنظيم القاعده اعلنت بشكل رسمي ان هي اللي ورا الموضوع ده، ولكن تتفاجئ ان بعد سنه بالظبط من الحدث ده بتلاقي ان الدوله الامريكيه كلها وعلى راسهم جورج بوش بيوجهوا اصابع الاتهام ناحيه دوله ثانيه خالص وهي دوله العراق، وقالوا نصا ان العراق بتمتلك اسلحه دمار شامل. طب جبت منين الكلام ده يا عمنا؟ طيب يعني نقول له افغانستان يقول لي عراق؟ كمان لمحوا بشكل واضح ان العراق ليها علاقات كتير مع افغانستان، سياسي منها والحربي منها، وتحديدا علاقات بتنظيم القاعده. برغم ان الادله ما كانتش كفايه على الموضوع ده، ويمكن انت كنت اول مره تسمعه اساسا، يعني العراقيين نفسهم تقريبا اول مره يسمعوه، ولكن امريكا ومعاها تحالف دولي كبير بيبداوا ينفذوا غزو كامل على العراق في سنه 2003. قدروا منه ان هم يسقطوا الدوله بالكامل، يسقطوا الجيش العراقي اللي كان مصنف وقتها، واهم من كل ده ان هم يسقطوا نظام مهيب الركن صدام حسين نفسه، ويقدموا له محاكمه عادله على كلامهم بتهمه امتلاك اسلحه دمار شامل في دوله العراق. قررت المحكمه الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل العمد كجريمه ضد الانسان 111 لسنه 1969 العدل. ولكن يتضح ان بعد كل ده سواء الغزو او المحاكمه ان ما كانش فيه ريحه اسلحه دمار شامل في العراق، ولا وجود علاقات حربيه ما بينهم وبين تنظيم القاعده. الشيء ده اللي كان فتح جدال ونقاش كبير قوي بين الناس، ان هل الحرب والغزو من طرف امريكا وموافقه كل الحشد الدولي ده كان فعلا الحصول على اسلحه دمار شامل والقضاء على الارهاب، ولا كان في نيه تانية احنا عارفينها كويس واتعرفت لكل العالم بعدين؟ امريكا بتدافع عن مصالحها. ليه مصلحتك تكون دايما على حساب الغير؟ ليه شايف ان روحك هي الشيء الوحيد المقدس في الدنيا لازم تقوم وتقعد علشانه، اما ارواح الاخرين مش مهمه، ما تستحقش حتى دمعه. المهم ارجع معاك لاصل الموضوع